أيها المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. شجاع أقاليمنا الجنوبية من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، كما مكنت تعبئة الدبلوماسية الوطنية من تقوية موقف المغرب وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية والتصدي لمراورات الخصوم المكشوفين والخفيين. وإذا كانت الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيوسياسي على المستوى الإفريقي. غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي. لذا نحرص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية وتوفير خدمات البنية التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا تسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري التي تعرفه مدن الصحراء المغربية، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد محلي يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها. اقتصاد متكامل يوازن تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في أرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. كما ندعو لاهتمام استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية تقوم على استثمار مؤهلات كثيرة للمنطقة قصد تحويلها إلى واجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية. شعبي العزيز، إن المغرب كبلد مستقر وذي مصداقية يعرف جيدا الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص. فالواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصائص النموذج في البنية التحتية والاستثمارات رغم مستوى مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق نعمل مع أشقائنا في إفريقيا ومع كل شركائنا على إيجاد إجابات عملية مناجئة لها في إطار التعاون الدولي. وفي هذا الإطار يندرج المشروع الاستراتيجي أنبوب الغاز المغرب نيجيريا، وهو مشروع لاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي. إضافة الذكرى الخالدة. مساء الخير، خليل الزرق فاعل جمعوي وخريج الثانوية العسكرية الملكية الأولى بالقنيطرة. يشرفني ويسعدني أن أشارك في مراسم الاحتفال بعيد المسيرة الخضراء، تلك المسيرة التي كانت بين المغفور له الحسن الثاني رحمة الله عليه مبدعها، والتي من خلالها أظهر للعالم أجمع أن للمغاربة قدرة على جميع التحديات والقدرة على إنجاز كل ما يطمحون إليه. وإنني لفخور بتواجدي لأشارك أصدقائي المغاربة في هذا الحفل البهيج الذي أضاء سمعة المغرب عالميا وساهم في إشعاعها وفي ترك بصمات
للأجيال القادمة، والحمد لله. وأنا أفتخر بما قاله صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله: المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. الصحراء مغربية وستظل مغربية، وكل عام وأنتم بخير، والله هو الوطن والملك.